أنا متدين، بس في شيء ناقص. هكذا كنت أقول لنفسي كل ليلة تقريبا. أصلي، أصوم، أقرأ، أستمع، وأحاول أن أقنع نفسي أنني قريب من الله. لكن لو كنت صادقا مع نفسي، في شيء داخلي ما كان ساكت. كنت أحس أني أعيش على الأطراف، أطراف الحقيقة. شيء ما يقول لي كل هذا جميل، لكن أليس هناك ما هو أعمق؟ الكتب قرأتها، المواعظ سمعتها، الطرق جربت بعضها، لكن رغم كل ذلك ما شعرت أن الله حاضر في حياتي، كأنه في مكان بعيد وأنا هنا أمثل الإيمان جيدا من الخارج فقط. ثم جاء ذلك الليل، كنت وحدي، لا ضوء لا صوت، لكن جو صدري كان في ضجيج، خليط من الحزن والذنب والملل والأسئلة. سألت ربي بصوت هامس: يا الله، ليش قلبي ميت؟ ليش ما أحس فيك؟ كان هذا الليل نقطة الانكسار. أدركت أني لا أريد أن أعرف الله من الكتب فقط، بل من القلب. لكن كيف؟ بدأت أبحث عن من يرى الله، لا فقط من يتحدث عنه. قرأت عن أهل الله، عن الأولياء، عن الشهود، عن نور الله في قلب العبد. وجدت أسماء كثيرة وتعبيرات متكررة، كلها جميلة، لكنها محفوظة، مألوفة، منسوخة. حتى سقطت عيني على كلمة غريبة: الطريقة الكركرية. أول مرة سمعتها قلت: بدعة جديدة؟ لكن الفضول غلبني، دخلت أبحث. ما توقعت أن أجد نفسي في مرآة لم أنظر فيها من قبل. الناس هناك لا يتحدثون عن الله من بعيد، بل يقولون: ذق لترى، طهر نفسك، تشهد النور. نور؟ لطالما سمعت عن نور الإيمان، نور الله، لكن كاستعارة فقط. أما أن يقال لي إن النور يرى حقيقة، هنا توقفت، ارتبكت، خفت، ثم قلت في نفسي: وماذا لو كان هذا هو الطريق؟ ركبت الطائرة، لا أحد يعرف. قلت لنفسي: لن أخبر أحدا. لو شعرت أني أخدع أعود فورا. وصلت هناك وقابلت الشيخ. هدوءه، نظرته، لم يقل الكثير. قال لي فقط: الله أقرب إليك من نفسك، نظف قلبك سترى. وفي أول خلوة رأيت النور الذي كنت أظنه خيالا. لكن القصة لا تنتهي هنا. النور ليس غاية، هو البداية. منذ ذلك اليوم تغير كل شيء. الصلاة صارت لقاء، الذكر صار شهودا، والتوبة صارت حبا.